كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في زمان مش بعيد ومدينة جميلة بيغطيها التلج من كل مكان، مدينة بتحكمها الأميرة إلسا ومعاها أختها الأميرة آنا. وفي يوم من الأيام كان ميعاد فتح وصية الملك، وفيها عرفت الأميرة إلسا والأميرة آنا الكلام المكتوب في الوصية، وهو إنهم يبحثوا عن الأميرة الطيبة ويلاقوها قبل غروب شمس اليوم الثالث من فتح الوصية لتتويجها. وكمان كان مكتوب في الوصية إنهم هيلاقوها لكن في بلاد بعيدة. بصت آنا للأميرة إلسا وقالت: مش لازم نستنى، لازم نتحرك دلوقتي. قالت الأميرة إلسا: ومن الأحسن إن محدش يتعرف علينا. لبسوا ملابس زي ملابس العامة ووصلوا للقطار، وبعدها القطار اتحرك للبلاد البعيدة علشان يبدأوا رحلة البحث عن الأميرة الطيبة. وفي الرحلة قابلوا بنت جميلة شعرها أسود وناعم وجميل، ومعاها لعبتها المفضلة. لعبتها كانت جديدة لأنها بتحافظ على ألعابها محافظة شديدة. وأول ما الأميرة إلسا والأميرة آنا شافوها على طول حبوها. سألتها الأميرة إلسا وقالت: انتي اسمك إيه؟ ردت البنت الجميلة وقالت: اسمي مكة. قالت الأميرة آنا بسرعة: الله، اسمك حلو قوي وفستانك حلو ولعبتك جميلة، ممكن أشوفها؟ ردت مكة بتردد وقالت: شوفيها بس من غير ما تلمسيها. وساعتها الأميرة إلسا والأميرة آنا شافوا جواها الطيبة، لكن يا خسارة ناقصة حاجة بسيطة. وبعدها القطار وقف، وسمعوا واحد من الركاب بيقول: القطار فيه عطل مش بسيط وقدامه وقت علشان يرجع يتحرك ويدور. وقتها الأميرات قرروا إنهم ينزلوا ويكملوا الرحلة بنفسهم. ومكة قالت لهم: أنا هاجي معاكم،